وحول مجمل التطورات الميدانية في الشمال السوري ينضم إلينا من الشمال السوري بيشاروج الجوهري الكاتب والناشط السياسي. أستاذ بيشاروج، صباح الخير. صباح الخير ولجميع مشاهدي قناة اليوم. أهلا وسهلا. كيف تقيم الأوضاع الحالية في الشمال السوري ما بين هدنة مخترقة في أحيان كثيرة ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الانتقالية في العاصمة السورية دمشق، والنتائج ستعلن قريبا بحسب مسؤولين في الإدارة الذاتية؟ طبعا مرة أخرى تحياتي لكم ولجميع المشاهدين. لا يخفى على أحد أن هذه المفاوضات تجري تحت النار، تحت ضغط النار والحروب والخروقات الأمنية. يعني كانت هناك على أساس هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن هذه الفصائل لا تلتزم بكل هذه الطروحات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار. الحكومة السورية التي تديرها بشكل مباشر الوزير التركي حقان فيدان لا تعترف بأي مواثيق وبأي عهود واتفاقات، لذلك نرى هنا وهناك خروقات أمنية وعسكرية في مناطق مثل تل تمر وفي مناطق شرق مدينة القامشلي. يعني هذه الحكومة بوضوح لا أمان لها، وقرارها ليست بيدها، وإنما قرارها تأتي القرار من خارج الحدود من دولة أقليمية. لذلك على إدارة شمال وشرق سوريا أن تكون حذرا تجاه تصرفات هذه الحكومة التي تدار من خارج سوريا. لكن بحسب التصريحات من قبل مسؤولين في الإدارة الذاتية الأجواء كانت إيجابية، وتتم هذه المفاوضات برعاية دولية، نتحدث عن الولايات المتحدة، فرنسا، إقليم كردستان. يعني بصراحة طبعا هناك مراقبة دولية وهناك إشراف دولي، ولكن بصراحة هناك خلافات في المواقف الأمريكية نفسها. يعني هناك مواقف مختلفة تصدر عن الحكومة الأمريكية. يعني هناك موقف توم باراك والرئيس ترامب تعمل لصالح الدول الأقليمية، وهناك مواقف أخرى تتخذها الكونغرس الأمريكي. لذلك أنا أعتقد يجب على الوفد الكردي التريث في توقيع على مثل هكذا اتفاقات ريثما تتضح الأمور من الكونغرس الأمريكي، وخاصة بصدد قانون إنقاذ الكرد في شمال وشرق سوريا. يعني هذه المفاوضات الجارية يجب أن لا تصدر نتائجها قبل صدور قانون إنقاذ الكرد. يعني صدور أي نتائج الاتفاق مع هذه الحكومة التي قرارها ليس بيدها سوف تضر بالمجهود الكردي أو اللوب الكردي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. يعني أنا أعتقد عدم الإفصاح أو عدم الإعلان على هذا الاتفاق قبل صدور قانون إنقاذ الكرد سيكون خطأ بالنسبة للوفد الكردي أعتقد. طيب اليوم أستاذ بيشاروج، هل يمكن القول أن هناك خلافا كبير مع الحكومة الانتقالية، أم هناك بعض الخلافات على نقاط معينة يمكن التوصل إلى حل بشأنها؟ الخلاف بين من ومن؟ الحكومة والإدارة الذاتية في شمال. نعم. يعني هل هناك خلاف على كثير من النقاط أم بعض النقاط الأساسية؟ نتحدث عن الدمج العسكري، دخول مؤسسات الحكومة، الحفاظ على خصوصية المناطق الكردية، هذه نقاط مختلف عليها كما يقال. يمكننا نجاوب على هذا السؤال من خلال تصريح حقان فيدان الذي قال قبل سفر أحمد الشرع الرئيس السوري المؤقت إلى روسيا. حقان فيدان قال أنه عملية إسقاط نظام بشار الأسد كانت بتوافق دولي، يعني كانت عملية استلام وتسليم. وأشار حقان فيدان أن هناك تعهدات وقعت عليه أحمد شرع بصدد أجندات تركيا داخل سوريا، وعليه أن يلتزم بهذه الاتفاقيات، وإلا سوف نعارض هذه الحكومة كما عارضنا حكومة بشار الأسد. يعني الدولة التركية تريد من أحمد شرع الاستمرار في هذه الحرب للقضاء على الوجود الكردي. فأعتقد يبدو من هذه التصريحات أنه أحمد شرع شيئا فشيئا
لا تنفذ كل أجندات الدولة التركية، خاصة هناك تدخلات أقليمية ودولية أخرى. فيعني هناك بروز، أعتقد هناك بروز خلافات بين تركيا وأحمد الشرع. نعم. بحسب المعطيات إلى أين يتجه المشهد؟ والله يعني إذا كان الجنرال، يعني كلامي إلى الجنرال مظلوم عبدي، إذا أنك خسرت محافظتين كسبت 30 محافظة في جميع أجزاء الكردستان. إذا خسرت 11,000 داعشي كسبت 50 مليون كردي. وطبعا الكرد بأخلاقهم وبكل زعماء الكرد يعني كانوا يمارسون السياسة من باب الأخوة ومن باب الديمقراطية، إلا أن العدو دائما كان يغدر. الأمور تتجه نحو النصر النهائي. أعتقد هناك نهوض قومي على مستوى كردستان والشتات في الدياسبورا. أعتقد الشمال شرق سوريا أو روجافا متجهة نحو النصر. وأدعو غدا هناك مظاهرة في سروج، المدينة المقابلة لمدينة كوباني. أدعو جميع الشعب الكردي في تركيا بالتجمع في مدينة سروج لكسر الحصار على مدينة كوباني. غدا هناك مسيرة أو تجمع كبير من الشعب الكردي في باكور كردستان أمام مدينة سروج المقابلة لمدينة كوباني. أعتقد وأدعو الشعب الكردي بالاستمرار في هذه الاحتجاجات حتى نمر إلى مرحلة أخرى، إلى مرحلة النصر. نعم. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والناشط السياسي بيشاروج جوهري على هذه المداخلة. كنت معنا مباشرة من شمال شرق سوريا.